أول حاجة بس السيد عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب السابق. هنا المايك هنا. شكرا. في الحقيقة انه اهمية الموضوع بتأتي من ان احنا بنتكلم على قانون مكمل للدستور، وهناك مخالفة دستورية واضحة تكلم فيها عدد من الزملاء قبل مني، لكن أنا بأكد عليها، اللي هي المادة 242 اللي قالت فيه 5 سنين. احنا تجاوزنا، ولا يجب واحنا بنتكلم على دولة ديمقراطية مدنية حديثة أو جمهورية جديدة نتجاهل هذا. التخوف، احنا قدام نصوص اتبذل جهد كبير جدا متطور في هذا الدستور نحو الإدارة المحلية، سواء ب9 مواد أو بحتى المادة الانتقالية. لكن الأمر إن احنا نناقش موضوع إن عدد من المحافظين أو المسؤولين بيتخوفوا مثلا من الاستجواب، هذا مرفوض. لأن الاستجواب، إذا كنا بنتكلم على أن الإدارة المحلية جناحين، فإزاي تمشي بجناح واحد وإزاي تمشي برأي واحد؟ وغياب الاستجواب والاستجوابات مر عليه أول تعديل للخلف للمجالس المحلية أصدره الرئيس السادات بإلغاء كلمتي الاستجواب والإدارة والحكم المحلي، فكان في تراجع. غياب الاستجوابات أدى لإيه على أرض الواقع؟ ليه إحنا كلنا موجودين عشان نتكلم؟ على أساس إن في مظاهر كبيرة للفساد في المحليات أدت إلى عدم رضا الجمهور، غضب، شكاوى عند المنظومة الحكومية وغيرها من الأوضاع الحالية للمحليات. هذا الفساد تحدثت عنه وأكدته تقارير جهاز المركزي للمحاسبات، تقارير الرقابة الإدارية، آخر تقرير حتى معمول للجنة الخطة والموازنة، وتقارير لجنة الإدارة المحلية. أكد الفساد ده أحكام قضائية ضد محافظين ونواب وسكرتير عموم ورؤساء أحياء، وبؤرة الفساد الإدارة الهندسية في المحليات. إذا إحنا دولة حاطة استراتيجية للفساد، المحليات مش هتبقى قادرة على إنها تواجه ده بمشاركة شعبية، يبقى نلغي فلسفة قانون الإدارة المحلية. وأذكر الأستاذ سمير أستاذي وتعلمت منه كتير في الإدارة المحلية، إنه لما يبقى في دساتير قبل كده اتكلمت على أن تنتقل السلطات للمحليات تدريجيا وما يحصلش طوال السنين دي، يبقى احنا شعب يعني ما بنفهمش ولا ايه؟ ده موضوع خطير، لأنه مرتبط بالصحة والتعليم وكل مظاهر الحياة، من أول شهادة الميلاد لغاية شهادة الوفاة وما بينهم. هي دي حياة المواطنين، لازم يحصل لهم حياة كريمة ومطالب عادلة وكذا. لكن مظاهر الفساد أكدتها تقارير الجهاز المركزي لغياب الاستجواب وغياب المساءلة، أدت إلى مليارات من الجنيهات، جهاز مركزي، رقابة إدارية، أحكام زي ما قلت، وفساد. احنا النهاردة شايفين مساكن قايلة للسقوط، شايفين أسواق عشوائية، شايفين فساد في التخطيط العمراني، المحافظين بتضرب بيها أرض الأرض. وعندي نموذج في محافظة السويس في بذخ وإسراف وعدم ترشيد في شراء سيارات ومباني إدارية و في دولة فقيرة بيعملوها المحافظين. عندي نموذج برضو في محافظة السويس ونماذج كثيرة ذكرتها التقارير. أنا بقول في الآخر احنا عايزين نحترم الدستور. استاذ سمير، انت عامل سمات للاداره المحليه، وكلنا كل الاساتذه الموجودين. هاخد دقيقه بعد اذنك، ممكن؟ لا دقيقه كتير عشان بس ثانية. لا ثانيه، ربع دقيقه. ماشي، كنت زماني خلصت. السمات العامه للاداره المحليه واللامركزيه: استقلال اداري، استقلال مالي، محافظين لهم صلاحيات على كامل ارضهم، يواجه ده مجال الشعبية منتخبة لها حق الرقابة والمحاسبة